ما تشيلش جواك وتخزن. في ناس بتخزن جواها ضغينة للآخر، بتستناله غلطة، مش بتسامح بسهولة. لما بتيجي في وقت عايزة تنتقم بتنتقم. انت بتنتقم من نفسك، لأن الإنسان بطبعه تحت ضعف. فانت لو التمست لغيرك العذر واتعاملت معاه بعد كده، بعد ما تسامحه بقلب مفتوح، مش بتنتقم منه وتستناله انك انت اي غلطة علشان توريله انت غلطت فيا، وانك انت ما كنتش امين معايا، وما كنتش مش هغفر لك بسهولة. لما بنعمل كده احنا بنتعب نفسنا اولا، لاني مش بنعيش في سلام، ومش بنعيش بطمأنينة، ومش بنعيش بمحبة حقيقية. المحبة بتبقى مزيفة تماما، لاني انا بتعامل معاه وفي نفس الوقت بنتقم منه. دي حاجة يعني بتبقى صعبة جدا، وفي نفس الوقت مش بتفرح قلب ربنا، لان ربنا يعني عايزنا لما نسامح ونغفر نسامح بالكلية. بالكلية يعني نتعامل وندي الميل التالت. ندي الميل التاني، يعني نتعامل ونبذل أقصى ما عندنا علشان نحب التاني، والتاني يبقى بيتعامل معانا وحاسس إني أنا نسيت له الضعف، أو إنه غلط في حقي، وإن أنا مسامحة بجد، يعني مش مجرد كلام. لأن ساعات الكلام بيبقى سهل لما بنقول سامحنا، بنسامح، بس من جوانا في حاجات لسه راسخة، ولسه متشالة على جنب. ولما بتيجي أي فرصة علشان أنتقم من الشخص ده بنتقم منه، وبحسسه إن يعني أنت ملكش لازمة في حياتي، أو أنت مش موجود، أو أهمشه، أو وبكده بحس بقى إن أنا انتصرت عليه. أنا عايزة أقول هو أنا مش انتصرت عليه، هو أنا كده يعني انكشفت قدامه وقدام نفسي، لأني بتصرفاتي أظهرت له إن أنا لسه مش مسامح، أظهرت له إني أنا لسه شايل جوايا منك، إني لو سامحتك بسامحك تسامح ظاهري، لكن أفعالي بتدل على إني ما سامحتش، وبنتقم منك وبنتقم لنفسي كمان. خلي بالنا يعني ما نعرجش بين فرقتين، ما نقولش ان احنا سامحنا وغفرنا وبقيت خلاص، يعني نسيت كل اللي جوايا، وانا عمالة ب... بستناله على غلطة وبنتقم منه، ومش بتعامل معاه كما يجب زي الأول، وبهمشه. الحاجات دي كلها بتبقى واضحة ومعروفة، يعني إني أنا مش صافي. عايزين فعلا نصفي قلوبنا، يعني إن احنا نصفي قلوبنا وفي بداية سنة جديدة. نصفي بجد، يعني مش مجرد كلام، ومش مجرد مظاهر، مش مجرد ان انا اضحك في وشك ابقى كده انا سامحتك، ومش مجرد ان انا اكون معاك يعني لطيف بس. بيبان في الابتسامة حتى، بيبان في طريقة الكلام، بيبان في نبرة الصوت. الحاجات دي كلها يعني بتظهر، يعني اللي هي البادي لانجوج، بتبقى بتبين ان الانسان اللي قدامي مش صافي ومش مسامح. آه عايزين بجد لما ندخل في سنة جديدة يبقى فيه صفاء بجد، وغفران بجد، وحب بجد، واني اتعامل معاك بالميل التاني، واني ابذل اقصى ما عندي علشان اثبت لك او اثبت ليك اني مسامحة، واني بحب من قلبي،
وإني ناسي كل الحاجات التانية اللي ممكن أكون أنا سبب فيها يعني. فنخلي بالنا يعني، نحب بجد ونحب بأمانة ونحب بصدق ونحب من غير رياء، ونحب بالميل التالي زي ما المسيح علمنا، ونبدأ من جديد وصفحة جديدة وقلب جديد، وما نتعبش اللي حوالينا وما نخليهمش يعني حاسين بألم يعني. لأن اللي قدامي وأنا فاكر إن هو مش فاهم، هو بيبقى فاهم وحاسس وكاشف اللي قدامه قوي. ما نستضعفش اللي قدامنا او نحسسه ان هو يعني انك انت، انا انتصرت عليك و وضحكت عليك، بمعنى يعني صحيح ان انا عامله نفسي ان انا مسامحاك وانا مش مسامحاك يعني. بمثل عليك. خلينا يعني نستبعد الحاجات دي كلها، لان الحاجات دي يعني اساليب عالم مش اساليب ولاد ربنا. ولاد ربنا يحبوا بجد، يبذلوا بجد، ي- ي- يمشوا الميل التاني زي المسيح، يفرحوا اللي حواليهم بجد. آه يبقى شركة، وشركة حقيقية مش شركة مزيفة. بتبقى أحيانا في شركة كده بتبقى مزيفة يعني. فربنا يرحمنا وربنا يساعدنا وربنا يدينا حكمة في التعامل والتصرف والكلام. ربنا يدينا ان احنا نكون فعلا نبدأ سنة جديدة معاه.